مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اكتمال تشييد المرحله الاولى من الطريق الذي يربط 9 ضواحي بمديريه لوقا عن سبا. سكان مديريه هبورو يطالبون بازاله الطمي من السدود. فرع جمعيه المعلمين في الاوسط تكرم 88 مدرسا نموذجيا. عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلة نفط في غرب الكونغو. كيم جونغ أون يسمح لمفتشين بدخول المواقع النووية والصاروخية. البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. اكتملت المرحلة الأولى من الطريق الترابي الذي يشيد بمبادرة السكان في مديرية لوغو عن سبا، والذي سيربط 9 ضواحي في المديرية ببعضها البعض. وألقى مدير المديرية السيد أبراهام حقوس في مراسم الاحتفال بهذا الإنجاز، والتي جرت في 4 من أكتوبر الجاري، كلمة أوضح فيها بعد أن أشاد بالمهنيين المشرفين على العمل وأعضاء اللجنة استعدادهم لإنجاز المهام المتبقية بفعالية. وأوضح أعضاء لجنة بناء وصيانة الطريق لوغو عن سبا بأن المرحلة الأولى من الطريق الذي يخدم مناطق تلالي ومغركا ودبري عدهنس ودك شحاي وملزاناي وعدنا أمن ودك زرو ودرسني والدينا قد استمرت ل11 شهرا. وقال المهندس موسي هابتي من المشرفين على العمل بأن طول الطرق المصانة يبلغ 70 كيلومترا، حيث تم صرف مبلغ 5 ملايين نقفة لتجهيز الآليات العاملة في ذلك. وأشار إلى أن العمل المتبقي يشتمل بناء الجسور الكبيرة والصغيرة، مشيدا بالمشاركة الشعبية الفاعلة في تلك الجهود. وأعرب السكان من جهتهم عن استعدادهم التام للمشاركة في إنجاز العمل الذي سيساهم في حل مشكلاتهم. طالب سكان ضواحي مزرعة هابرو صحدة في مديرية هابرو بإزالة الطمي من السدود التي بنيت بهدف توفير المياه للسكان والماشية وإنجاح برامج التنمية الزراعية وإثراء المياه الجوفية. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد آدم محمد إبراهيم لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن سد مزرعة الذي شيد في العام 2017 بالمساهمة الواسعة من قبل السكان، وتستغل مياهه في ري 20 هكتارا من الأراضي الزراعية، إضافة إلى سد هابرو صعدة المشيد في العام 2010، ويوفر المياه ل6000 مواطن قد امتلأ بالطمي، مشيرا إلى أن الحل الأساسي للمشكلة هو إزاحة الطمي وبناء الحواجز المائية حول تلك السدود. كما أشار سيد آدم إلى وجود 4000 هكتار من الأراضي الزراعية في المديرية، زرع 2124 هكتارا منها بالدخن و1634 هكتارا بالذرة الرفيعة، بينما زرع 55 هكتارا بالفول، متوقعا جني محصول وفير في مناطق قارعبل وفلفله وأفعايون وعريتاي وهبرة صعدة، بخلاف منطقتي هبرة سليم ومزرة اللتان شهدتا قلة في الأمطار خلال خريف هذا العام، داعيا لاتخاذ خطوات سريعة قبل أن تتفاقم الأضرار التي سببتها الحشرات بالمزروعات في بعض المناطق. وتفيد المعلومات الواردة من مكتب الزراعة بأن المديرية تمتلك حوالي 83 ألف من الماعز والأقنام والأبقار والجمال والحمير، والتي توجد في وضع جيد بفضل الخدمات البيطرية الجيدة. قام فرع جمعية المعلمين في الإقليم الأوسط خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للمعلم تحت شعار حقوق التعليم تتأكد بالمعلم الكفؤ بتكريم 88 من المعلمين النموذجيين، بينهم 25 من المعلمات. وتضمن التكريم الذي جرى في 6 من أكتوبر الجاري تقديم شهادات تقديرية وجوائز مالية للمعلمين المستحقين الذين عملوا في الحقل التعليمي لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عاما. وتشير المعلومات إلى أن 14 معلما من المعلمين المكرمين قد أنجزوا أعمالا فاعلة بشهادة الجميع. وقال رئيس الفرع الأستاذ فورقي قبرز جابهير أنهم يعملون بالتعاون مع شركائهم لتعزيز وتطوير قدرات المعلمين والنهوض بالحقل التعليمي من خلال تشجيع المعلمين النموذجيين. من جانبه ذكر مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ بلاي هبتجابر بأن المعلم هو أساس متين لكافة أنواع المعارف، مناشدا المعلمين للتفاني في العمل مدركين المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. في غضون ذلك أفاد مراسل إيرينا بأن مناسبة اليوم العالمي للمعلم في إقليم شمال البحر الأحمر قد تم إحياؤها بتنظيم العديد من الأنشطة التي تمجد عظمة المناسبة.
عقد في مدينة مندفرة في 4 أكتوبر الجاري على شرف الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب، اجتماعا يساعد في تقييم تجارب الجمعية وتطويرها في كل المناحي. وأوضح المشاركون في الاجتماع بأنهم استطاعوا الاعتماد على أنفسهم والابتعاد عن الاتكالية بفضل الفرص التي خلقتها الجمعية لتحسين حياتهم المعيشية خلال مسيرتها الممتدة ل25 عاما. وأشار أعضاء الجمعية نجاحهم في المجالات التي ينشطون فيها بفضل الدورات المهنية والقروض المالية التي تلقوها من الجمعية، وأن تقبل الإعاقة هو سر انتصارهم، مشيدين بالدعم الحكومي والشعبي المقدم لهم. وأوضح مسؤول الفرع في الإقليم الجنوبي السيد تسفالدة منغستو أنهم يقومون بتنظيم دورات تأهيلية لتلبية رغبات وطلبات المعاقين، وأن البرامج الجارية لمضاعفة إنتاج المعاقين تحقق نتائج عالية. وأشار إلى وجود أعضاء نموذجيين استطاعوا تأمين حياتهم المعيشية على مستوى الإقليم بالانخراط في مجالات الحدادة والنجارة وتنمية البساتين وتربية المواشي، إضافة إلى إنشاء المخابز والمقاهي والعمل في الأنشطة التجارية الصغيرة. ويضم الفرع في الإقليم الجنوبي 4530 عضوا ممن تعرضوا للإعاقة في الحرب التي خيضت لتحرير البلاد وحماية السيادة الوطنية. هذا وسوف تجرى مراسم الاحتفال الرسمي باليوبيل الفضي للجمعية في 17 أكتوبر الجاري في العاصمة أسمرة تحت شعار الوفاء بالعهد لمستقبل مشرق. نظم في بلدة فورو سمينار صحي لموظفي الحكومة والطلاب من أجل زيادة معارفهم فيما يتعلق بالأمراض المعدية وخاصة فيروس نقص المناعة الإيدز والعادات الضارة. وقدمت الممرضة سأجا أريا من عيادة فورو توضيحا مفصلا حول أسباب وأضرار الأمراض المعدية، إضافة إلى فيروس نقص المناعة الإيدز وأضراره، موصية الشباب لتوقي الحذر في كل أنشطتهم باعتبارهم الفئة المعرضة دائما لهذه الأمراض. من جهته قال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد إبراهيم عمر أن ظاهرة العادات الضارة باتت تنخفض في المديرية بفضل حملات التوعية الجارية في مختلف المراحل، داعيا إلى تعزيز دور ومساهمة المجتمع والشركاء لبلوغ الأهداف المنشودة. ومن جهتهم أكد المشاركون بأنهم أدركوا جيدا أضرار الأمراض المعدية جيدا، وسيعملون بكل طاقاتهم للحد منها والسيطرة عليها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مصرع 39 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين إثر اصطدام حافلة نفط بحافلة أخرى بغرب الكونغو. وأضافت الوزارة أن 20 شخصا توفوا على الفور جراء الحادث، بينما تم نقل أكثر من 100 شخص مصاب إلى المستشفى، حيث توفى من بينهم 19 آخرون، لافتة إلى أن حصيلة أعداد ضحايا الحادثة مؤقتة حتى الآن. من جانبه أعلن رئيس البلاد جوزيف كابيلا حالة الحداد الوطني على ضحايا الحادثة لمدة 3 أيام، كما أنه فتح التحقيق للتعرف على الأسباب المؤدية إلى الحادثة. يذكر أن الحادثة وقعت بقرية منبوبا التي تبعد بنحو 200 كيلومتر عن جنوب غرب العاصمة كينشاسا. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للسماح بدخول مفتشين دوليين مواقع كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وقال بومبيو الذي التقى مع كيم خلال زيارة قصيرة لبيونغ يانغ أن المفتشين سيزورون منشأة لاختبار محركات الصواريخ وموقع بونجي ري للتجارب النووية فور اتفاق الجانبين على الأمور اللوجستية. وأضاف بومبيو أن الجانبين قريبان جدا من التوصل لاتفاق على تفاصيل قمة ثانية اقترحها كيم على الرئيس دونالد ترامب في رسالة الشهر الماضي، موضحا أن البلدين اتفقا على مواصلة المحادثات من أجل تحديد موعد ومكان انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اجتمع لأول مرة مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة هذا، وذكر بيان صادر عن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية اتفقتا على عقد قمة ثانية بين زعيمي الدولتين في أسرع وقت ممكن.
أغر البرلمان الإيراني مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب انتقده المحافظون، لكنه يعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق النووي مع شركاء طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ومشروع القانون هو من بين 4 نصوص عرضتها الحكومة الإيرانية لتلبية مشروط مجموعة العمل المالي جافي، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل شطب الجمهورية الإسلامية عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. وتم إقرار مشروع القانون ب 143 صوتا مقابل 120 صوتا معارضا بحسب وكالة الأنباء شبه الرسمية أسنا. وفي يونيو أمهلت المجموعة إيران 3 أشهر لإقرار عدد من القوانين تعتبر ضرورية لشطبها عن اللائحة السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. كافح أكثر من 700 رجل إطفاء تدعمهم 6 طائرات حريق قابات مستعرة في التلال المحيطة بمنتجعي كاسكاياس وسانترا قرب العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد أن أجبر الحريق عدة مئات من السكان على إخلاء منازلهم خلال الليل. وقال مسؤولون أن 18 شخصا أغلبهم من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الحريق الذي اندلع يوم السبت، واستعر بفعل رياح قوية وطقس ساخن بدرجة غير معتادة بالنسبة لشهر أكتوبر. وأجرت السلطات 300 شخص كإجراء احترازي من موقع للتخييم في المنطقة خلال الليل، إضافة إلى ما يقرب من 50 من سكان قرى قريبة. وشهدت البرتغال أكثر حرائق الغابات فتكا في تاريخها العام الماضي، إذ راح ضحيتها 114 قتيلا. وفي مسعى لعدم تكرار المأساة، وظفت لمهاجمه كيليان ميمباي في ختام المرحلة التاسعة، وافتتح نيمار تسجيل من ركلة جزاء بعد مرور 9 دقائق قبل أن ينجح ميمباي في تسجيل السوبر هاتريك في مدى 13 دقيقة منتصف الشوط الثاني. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.